هنا في كتاب كونكت بلس. كونكت بلس برايم 1 الترم الاول. هناخد ايه الصفحه ليسون 9. في عندي حاجه اسمها لونج فاولز. احنا خدنا قبل كده شورت فاولز اللي هما الاي والاي والاي والاو واليو، بتبقى حركه قصيره زي بالظبط الفتحه والضمه والكسره. طيب اللونج فاولز بقى عندي الاي اي بتعمل الصوت A فيل سيل ميل تيل رين بين. اخلي بالي ان اول ما اسمع الصوت A وبعديه حرف يعني جاي في نص الكلمه يبقى كده ديت الاي اي، لان الاي واي بتعمل نفس الصوت بالظبط. بس انا هفرق بينهم ازاي؟ هفرق بينهم ان الاي اي بتيجي في نص الكلمه يعني لازم اسمع بعديها حرف. يعني لما اقول كلمه ايه هيل، ها سمعت ايه؟ سمعت صوت بعدها، يبقى كده ايه؟ يبقى كده اي اي. طيب تعالوا نشوف الاي واي. هقول واي ري هي باي بلاي سي. الاي واي برضو بتعمل الساوند اي، وخلي بالي ان انا بمد فيها وبطول اي هي ري. الفرق بين دي وبين دي ان دي بتيجي في نص الكلمه. يعني انا هقول لكم دلوقتي كلمات. هقول مثلا سيل، ها انا سمعت ايه؟ سمعت ايه بس جه بعديها حرف، يبقى ديت ايه؟ لما اجي اكتب هكتب اي اي على طول. طيب الميس بتمليني وبتقول لي اكتب كلمه ري. انا سمعت الاي ديت، الميس قالت لي يا اما اي اي يا اما اي واي، بس برضو الميس قالت لي لو اي واي هتيجي في اخر الكلمه مش هيجي بعديها حروف، فهقول ري ها يبقى ايه؟ اي واي. طب لما هقول رين ها هتبقى ايه؟ هتبقى اي اي. ليه؟ عشان سمعت بعد الاي حرف. طب لما اقول بلاي ها هتبقى ايه؟ اي واي. ليه؟ لان انا ما سمعتش حرف بعد الاي، جت هي في اخر الكلمه. بعد كده عندي حاجه اسمها ماجيك اي. في الماجيك اي لازم يكون في حرف الاي في الاخر الكلمه وبعديها حرف كونسونانت وبعدين الفاول. هناخد النهارده الاي. فانا لما هكتب مثلا كلمه زي كلمه باد، ف كلمه سات مان، الماجيك ايه ديت هتعمل ايه؟ هتخلي بقي يمد ويطول في الحرف الفاول اللي قبليه. فانا بات هقولها بيت، ما قلتش بات. لا، ليه قلتها بيت؟ لان دي اسمها ماجيك ايه. ماجيك ايه هتعمل ايه؟ هترجع الحرف الفاول لاسمه مش لصوته. يبقى الاي الماجيك اي هترجع الفاول اللي قبل الكونسونانت اللي قبلها على طول لايه؟ لاسمه مش لصوته. سات سيت مان مين فات فيت كات كيت كاك كيك جات جيت كان كين.